وفي ذكرى رحيل الشاعر محمد ولد صنيبة، أحيت الهيئة الوطنية للشباب الدبلوماسي للترافع عن القضايا الوطنية أمسية تأبينية حضرها ثلة من الشعراء والأدباء وذوي الراحل وأصدقائه. المزيد في روبورتاج سيد أحمد مسيريب ومحمد مولود ملاخاف. 40 الوفاء شعار اختير لهذا الحفل التأبيني للفقيد الشاعر والأديب محمد ولد صنيبة. كلمات ومداخلات عددت مناقب الفقيد واستحضرت سيرته الطيبة من رفاق الدرب ومن آنسوا قربه وصحبته من الأهل والأحباب. رحيل صامت وترجل عن دنيا الناس لرجل اجتمع فيه ما تفرق في غيره. أشكر هذه الهيئة المنظمة الشبابية على هذا التأبين لأخينا ولهذه الأسرة، أسرة أهل صنيبة خصوصا والأسرة المغربية بصفة عامة. وكان شاكرين لجميع الجمهور الكريم على هذا التأبين وعلى هذا الحضور الكريم. والله يرحم محمد ولد المختار ولد الحبيب ولد صنيبة، وسع عليه ويعفي عنه ويعفي عليه وتجاوز عنه. أقمنا حفل تأبين لروح المرحوم محمد ولد المختار ولد صنيبة بمناسبة مرور 40 يوم على وفاته. هذا اليوم هو يعتبر يوم لتخليد قامة أدبية وثقافية وحسانية خلدت سنوات من العمل والتراث في سبيل إحياء الذاكرة الصحراوية وكذلك الحكاية والقصيدة الحسانية. فالحمد لله الهيئة اليوم متشرفة بحضور قاعة وجمع غفير لإحياء ذكرى هذا المرحوم الذي نفتخر حقيقة بتكريمه وبتكريم عائلته وإحياء ذكراه. فحضور الجميع اليوم وبصمة لإحياء الذاكرة الصحراوية والذاكرة الوطنية المغربية تحت الشعار الله الوطن المليك. تحل ذكرى 40 رحيل الشاعر والأديب محمد ولد صنيبة الذي أسلم الروح لبارئها، ولا زالت ذكراه حية وسيرته عطرة، تاركا سيرة نيرة وروحا نقية وميراثا من الأدب والخلق الدمث تعددت خصاله وصدحت الحناجر رثاء ودعاء لروحه وذكراه.